وعشان برضه اكون دقيق في الحته دي، هي الفلوبس هنا لازم اعرف هي انا بقيس على انهي برسيشن. إمم، يعني ايه صح، الكلمه دي؟ هو انا لما بقول مثلا ان الاتش 100 في انفيديا هو 4 بيتا فلوبس، او البي 200 هو 9 بيتا فلوبس، الحسبه دي اتحسبت على انهي برسيشن، على انهي إمم، رقم عشري. الرقم إمم، العشري زي ما انت عارف هو 0 بوينت، بعد كده ارقام كتيره وراه. على حسب طول الارقام دي كلها انا بقيس إمم، قدرتي الحسابيه. كل ما إمم، الرقم ده ما بيزيد، كل ما ده معناه باخد مكان في الميموري اكبر، كل معناه ان انا باخد وقت اكبر عشان اقدر اجمع الارقام دي. طب أوكي، لو الرقم ده قل، يعني ممتاز، مثلا لو بنتكلم ايه إمم، 0.1234، اربع إمم، ارقام بس ورا 4 العلامه أرقام، العشريه، إمم، سهل ان انا اضربها في رقم تاني. بس لو 20 30 رقم عشري إمم، ورا الرقم صح، ورا العلامه العشريه، إمم. هيبقى هتاخد وقت اكبر. فدي operation بنسميها complex البرسيشنز. ومحتاجة memory كبيرة كمان علشان تstore كل الdata ميموري دي كبيره، بالprecision دوّة. حلو، والميموري هنا اللي احنا بنتكلم عليها مش ميموري بتاعت السيرفر، يعني إمم، السيرفر نفسه ليه الميموري بتاعته وليه السي بي يو، صح، والجي بي يو ليه الميموري بتاعه. يعني الجي بي يو صح، ليه ميموري منفصله تماما عن السي بي يو، تمام، اللي هي اللي هي بيسموها اللي الفي رام بيسموها او الاتش أو بي ام. الhigh bandwidth memory ديّة الHBM. الهاي باندوث ميموري بالظبط كده. أوكي، دي تمام، ميموري منفصله تماما عن السي بي يو عشان إمم، ما حدش يختلط عليه الامر. يعني في ميموري صح، للسيرفر نفسه، وفي ميموري للجي بي يو برضه، ده لوحده تمام. تمام، ف فالبرسيشن بتاعنا كان زمان إمم، بيتقاس مثلا بال 64. يعني احنا بنقول مثلا إمم، ان احنا عندنا اف بي 64، معناها إمم، ان انا بستور او انا بخزن الرقم العشري ده في 8 بايت. في 8 ب64 ده لو مثلًا FB اه، مثلًا 64 مثلًا. لو انا مثلا هتكلم ان هي بستور الرقم العشري بتاع، فانا إمم، مثلا اف بي 64 فانا بستور في 8 بايت. صح، 8 في 8 ب 64، ده اف صح، بي 64، وده رقم كبير قوي. ده ما بيستخدمش في صح. غير ايه الحاجات اللي هي ايه، حسابات الطقس، تجارب النوويه، حاجة فيزيكال، الprecision العالي ده الفيزيكس. حقيقي فارق فيها يعني دقيق جدا، حاجه إمم، رقم يعني انت بتوصل لحد 20 او 25 رقم عشري بعد إمم، العلامه العشريه، يعني رقم صح، كبير. يعني انت عشان صح، تستوره، ده رقم إمم، كبير. إمم، اللي بعده او الاقل منه دقه اسمه الاف بي 32، النص على طول إمم، بالظبط. يعني هو إمم، بياخد رقم اقل شويه من حلو، التاني، او النص بالظبط يعني. إمم، وهنا ساعتها انا بنزل بالاكيرسي، بس مش بنزل بيها بالنص. لان هم إمم، اكتشفوا بعد كده الموضوع مش لينير. مش معنى ان إمم، انا بنزل بالاكيرسي النص، او انا بنزل بالستورج الprecision بتاعتي اللي النص، آه، البرسيشن نص، معناها ان انا هاخد بنالتي على طول على الموديل بتاعي، واقول ان انا دلوقتي الاكيرسي بتاعتي نزلت نص. لا خالص، ده صح، اكتشفوا ان صح، انت لما صح، بتنزل ما بتنزلش الموضوع لينير، او لا بتفقد جزء من الاكيرسي طبعا، ده إمم، اساسي يعني، بس مش النص لكن قصاد صح، كده بتكسب ايه؟ سرعه صح، وستورج اقل في ناحيه الميموري. انت ما بتستورش الفاليو الكبيره دي كلها في 8 بايت، مش صح، سهله يعني. صح، ممكن صح، نستورها في صح، 4 بايت، دي الاف بي 32. أوكي، ودي المودلز اللي اتدربت عليها نقدر نقول شات جي بي تي. يعني في الاوائل، يعني اوائل التريننج، شات جي بي تي اتدرب على اف بي 32 واف بي 16. ده بقى البرسيشن أوكي، اللي بعده، هما إمم، كان ميكس ما بين الاثنين، ميكس ما بين صح، البرسيشنز دي. إمم، اتدرب على ال 16 برضه، ال إمم، 16 نص ال 32، اللي هي الاف إمم، بي 16. تمام. صح، انا برضو عمال انزل النص، يعني عمال انزل إمم. رقم، عمال انزل بالبرسيشن بتاعت النص، بس ما بفقدش الاكيورسي بالطريقه الكبيره دي. صح. وبيبقى فدي برضو حسب لو عايز. الapplication وحسب الphase اللي أنت فيها في الtraining. في ساعات بالظبط، محتاج إن أنت تطلع لaccuracy عالية أو precision عالي. طبعًا يعني صح، هنا accuracy غير precision يعني إحنا بنتكلم على الprecision عمال دلوقتي بتعمل بتاع صح. الmultiplications الprecision دوّة adaptively يعني في adaptive mode كده بيقدر يطلع ما بين ينزل من ال32 لل8 يطلع ل64، بالظبط، 16 حسب ما هو إيه محتاج في الtraining phase بالظبط. اللي هو فيها. تمام.